يا اخي قال لي ادينا حاجه بسيطه يا حميد. والله شوف يا اخي حميد ده، يعني انا اقول لك شنو، هو حاله انسانيه كامله متكامله. يعني انسان بيجي مره واحده في العمر، لا بتكرر ولا الله قال. فهمت؟ حميد لما يكتب ما بيكتب براو، ما بيكتب براو نهائيا. يعني انت بتحس بانه معه كائن تاني، كائن فضائي، كائن خارج الكوكب ده، كائن بيفكر بطريقه ابعد ما تتخيلها انت. يعني مهما وسعت خيالك ده، سرحت به، ما بتجيب زيه. فهمت كلامي؟ انا ممكن اضرب لك مثال بسيط جدا، بيت واحد. فزي ما الناس صنفت، يعني صنفوا ابلغ، معلش، ابلغ ما كتب في الحظ كابيات لادريس جماع، ادريس محمد جماع شاعرنا السوداني الكبير، لما كتب إن حظي كدغيغ نثروه فوق شوك، إن حظي كدغيغ فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح أجمعوه، فصعب الأمر عليهم قلت يا قوم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. فتصنف هذه الأبيات اتصنفت بأنها أبلغ ما كتب في الحظ. حميد جاء رد ببيت شعر واحد، قال له قال له شنقولك في حزولا فلع الواطو جلا. يعني كده يوريني منو ممكن يتخيل انه يفلق الواطو جلي. حاجه ما طبيعيه، صح؟ كلام غريب ده كلام بعيد شديد. شنقولك في حزولا فلع الواطو جلا. يا سلام، يعني كده اديني منو ممكن يكتب ابلغ من البيت ده؟ منو يعني؟ فاستاذنا الكبير ادريس عبد الجماع قال لك ان حظي كدغيغ فوق شوك نزروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. بيحكي قصه طويله، وفصعب الامر عليهم قلت يا قوم اتركوه انما ناشقاه ربي كيف انتم تسعدوه. فشوف، كم بيت دي كده ممكن تكون 4 ابيات عشان يوصل لك بس، يعني الراي يوصل لك سوء الحظ، او يبالغ لك في مسألة الحظ. فحميد جه اختصر الكلام ده كله، قال لي شنقولك في حزولا فلع الواطو جل. حميد مهما تقول، مهما تسرع، مهما تكتب، مهما اي شيء بيجي تصل لك القصه دي كلها. وابعد منه ما بتلقى ابعد منه. يعني ابعد من الكلام ده وين؟ يعني تخيل، يعني ابعد من انك تفلق الواطو جلي كيف؟ جلد مشت وين يعني؟ يا اخي لا ابو ده حظاظه. فعميت صراحة حاجة، كاين ما بيتكرر على مدار 100 سنة لقدام. ما بيجي شاعر بيكتب زي ما كتب حميد في كل شيء، في الوطن، في وصفه لحبك للوطن، في، يعني شوف، حميد ده بيتكلم عن أحداث حصلت وحتحصل. أنا والله قاعد أشوف إنه حميد هو نبي اللهجة السودانية. نبي جاء بيوصل لك رسالة معينة، رسالة سلام، رسالة حب. يعني مهما تكلمنا ومهما شرحنا ما حنقدر. كلمات حميد هي الوحيدة اللي ممكن توريك حميد وشنو. حظا فلع الواطو جله.